ما تشاهدونه في هذه اللقطات ليس من فيلم سينمائي، بل مشاهد حية لعملية إحباط واحدة من أكبر محاولات إغراق الجزائر بالحبوب المهلوسة. المصالح المختصة للأمن الوطني تضع يدها على 1,600,000 قرص مهلوس، حصيلة ما تم ضبطه خلال أسبوع واحد من شهر مارس سنة 2023. جنب البلاد كارثة اجتماعية وصحية، وفوت الفرصة على الكائدين لتنفيذ مخططهم الإجرامي. ففي الوقت الذي كان فيه الشعب الجزائري يحضر لاستقبال شهر رمضان الفضيل، كانت أيادي الإجرام تحضر لواحدة من أكبر العمليات التي تستهدف ركيزة الوطن، شباب الجزائر. في خطة ممنهجة استهدفت عنابة، العاصمة، وهران وورقلة. تصدت لها مصالح الأمن الوطني التي أعلنتها حربا ضروسا على بارونات السموم في عمليات نوعية ومتتالية وجهت بها ضربات قاسمة كانت أهمها ما سنتابعه معا. المكان: المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالسمار بالجزائر العاصمة. اجتماع عمل لاستغلال معلومات مؤكدة توصل إليها المحققون حول شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية ستوجه إلى العاصمة قادمة من دولة بالجوار مرورا عبر ولاية تمنراست. بدأ الترصد لها قبل أشهر، أين تم تحديد أهم عناصر الشبكة الإجرامية ودور كل واحد فيها. وبعد وضع خطة عملياتية محكمة انطلقت العملية. العقل المدبر لهذا المخطط الإجرامي واحد من أخطر بارونات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إنه المدعو شين شعيب، المكنس قبوج أو الحاج، الهارب بفرنسا، والذي صدرت في حقه 5 مذكرات توقيف دولية. خطة المكن الحاج ضمت عدة مراحل لاقتناء ونقل وإخفاء وترويج المؤثرات العقلية. بدأت بإرسال سهريج زفت تجره شاحنة إلى ولاية تمنراست، أين يتولى المدعو السعيد مهمة شحن السهريج بالمؤثرات العقلية عبر مدخل أسفل السهريج يصعب على غير من أعده اكتشافه. بعد أن جهزت الشحنة، يعود السائق مجددا إلى ولاية تمنراست لتبدأ عملية التحويل، والوجهة الجزائر العاصمة. سائق الشاحنة مختار بعناية، ستيني لا يلفت الانتباه، معتاد إجرام يخفي العديد من الأسرار. حبس داخل مرتين ولا كذا، درت عام وعامين وعام سرقة تاع طوموبيل، والدوزيام داري لي نصب 2007 سرقة ثاني، سرقة دار ذهب وديته من الدار. أنا خدام شوفار سيمي، هذا جاني السعيد، واحد يقولوا سعيد، قال لي تخدم شوفار، أدى واحد 15 يوم ولا واحد 20 يوم هكاك، تمرست بارك، قال لي خلي الكاميو هنا، خليته ثم وجيت طيارة هنا مطار، جيت لهنا وروحت قعدت 15 يوم في دارنا راقد. بعد عيط بتليفون هذا الباترون قال لي احكم طيارة وروح الكاميو راح نجيبوها، راح جبنا الكاميو ستيرنا. يخدموا ممنوعات هذه المهلوسات هذه. قيمة الشحنة وأهميتها رسم لها البارون خطة لتأمين مسارها، أين وظف كشافا يسبق الشاحنة لرصد أي حاجز أمني لإنذار سائقها. وليصرف الكشاف الشبهة عنه، أشرك زوجته في العملية التي رافقته طوال الرحلة، واللقاء كان مع الشاحنة في الأغواط. بسم انايا واش دايريني، كي عرفني بهم واحد كان يسكن عندنا في نواره، راك معايا، كانوا يخدموا مع هذه الأضروب وهذه الامور هذه ولا ماشي على بالي، يخدموا الزطله، يخدموا الحب، يخدموا الدواء، يخدموا الحمراء، يخدموا كلش، يخدموا الكوكايين، يخدموا كلش. يجيبوا فيها من تمرست،
هذا يقولوا له الحاج، هذا اللي يهضر معايا في الواتساب، نفتح لهم من لاغواط للجزائر بالجولف، يقول لي خرج لاغواط او كاميو بيثم، يقول لي تلقى الديوانه، ما قول لي الديوانه وخلاص، عيط لي هو يعيط للشيفور يقول له احبس، ولا يعيط للسعيد هذاك، السعيد هذاك يعيط للشيفور، لحقوا هنا البيرتوتا ونروح. يتلاقاو في الطريق بالاخرى بسيريسات، يقول لي انا قدامك والتليفون بيناتنا مع المرة تاعو، ملي يروح ما يروح لقى التليفون برا هكا يروح طالع امشي اقتل في الطريق. رحنا جيت الغواط منا كان يهضر مع واحد اسمه الحاج. هذيك الزوجه نتاعي ديتها معايا انا اخويا باش من كما نقولوا في الطريق ما يدوهاش فيا باللي انا اللي راني نمشي من قدام الكاميو برا. النفق المظلم الذي توغل فيه هؤلاء لم يكن بالمجان، بل لجني أرباح سريعة وطائلة تصل إلى 120 مليون سنتيم على كل عملية، ورحلة بالسيارة لزوجين من الأغواط إلى العاصمة تدر 40 مليون سنتيم. يعطيني هذاك السعيد 40 مليون، 40 يعطوني فيه 40 مليون، وخطره اعطاني 20 مليون. هذا الشيفور يدي فيه 120، داها قدامي خطره، داها قدامي انا اعطاني 40 وهو اعطاه 120 هذاك السعيد. شرا اودي وشرا غولف اللي نشريتهم لك، كي تجي لي يقول اني شريت لك. وصل الكشاف والشاحنة إلى العاصمة، نهاية المهمة، إلا أن مكالمة هاتفية من المكنى الحاج غيرت المسار. الوجهة الجديدة غرب البلاد، ولاية وهران، لإغراقها بالسموم. انطلق السائق بالحمولة، غير أنه حدث ما لم يكن في الحسبان، حادث مرور على مستوى وادي الريو بغليزان أخلط أوراق العصابة ودق ناقوس الخطر. لحقت هنا العالجي قال لي روح الوهران، رايح الوهران بت في شفاء ورحت، صارت لي الاكسيدون في ودريو شويه 9 تاع الصباح. غدوه جويه 10 ولا 11 عيطوا لي، انا في الجزائر ندور، عيطوا لي قالوا لي لازم ترجع درك تروح تشوف لنا الكاميو راه دار اكسيدون في ودريو. طلعت انا لودريو لقيت الكاميو صح داير اكسيدون، كنت جاي مروح قال لك روح شوف الكاميو اسكت كاس صح ولا داوه. وليد عيط لي قال لي وجايك خويا بالطوموبيل خو اسامه، قال لي يرفدك، جاني باودي بيضاء اودي، جينا على اساس مروحين. عيطت في خويا قال لي روح لي للجزائر، لحقت لهنا كيما جيت الجزائر لهنا عيطي قال لي الشيفور راه تقاص، رحت انا نيتي انا راح نجيب فيه ودرهي وجيت شلف منه، هزيت معاه ثم وجيت مروح ديريكت لمسيلة. تغيرت الخطة، وتم إعادة السهريج إلى العاصمة لإخفائه في أحد المستودعات بحي المحمدية بولاد الشبل. الرموركا كلاو لها تراكتور والكاميو خلاوه ثم لمقيوس، قالوا عندي المفاتح تاع لونغار، لا خاطر انا اللي دخلته الكاميو، قالوا لي انت اللي لازم تفتح، دوكا يجيك واحد يعطيك المفاتح وروح افتحه. بعد إخفاء السهريج وفي حدود الساعة 2 صباحا يلتقي أفراد العصابة على مستوى موقف سيارات مطار هوري بومدين لتوزيع المستحقات المالية. وهنا عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات توقف الجناد الذين كانوا محل أنظارهم ليل نهار لحظة بلحظة طوال مسار هذه العملية. قبضوني في المطار، مطار هوري بومدين، زوج تاع الليل في الباركين، كانت معايا المرأة نتاعي وعيطت لخويا مع وليد ما تلاقيناش الا في المطار، لحقنا هنا عطاني دراهمي، رحت انا ثم بندي الدراهم من عندهم، هزيت معاه دراهم جيت انتمارية قبضونا ثم وفي ذات توقيت بولاد الشبل يقتحم عناصر الفرقة المستودع الذي كان يخفي السهريج، الذي بعد عملية تفتيش دقيقة اكتشف مكان الإخفاء ليتم تحويله إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات. لمواصلة التفتيش أين انكشف رقم مهول، أكثر من 1,270,000 قرص مهلوس من علامة بريغابالين المعروفة باسم الصاروخ، أجنبية المنشأ، كانت موجهة للإتجار غير المشروع بها لتسميم أبناء الجزائر. هذه العملية التي كادت أن تغرق ولايات غرب الوطن في السموم، وفي المقابل لتدر أموال خيالية على العقل المدبر لها. تهاوى مخطط البارون المكنى الحاج الذي كان يرصد العملية من فرنسا
أين سارع إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه